تصبحوا على خير يا ولاد. هتكون الحلقة الثالثة من جاهزين للمدارس؟ جاهزين؟ ربنا يوفقكم. كلنا محتاجين حل علشان نقلل مشاحنات ما قبل النوم كل يوم، فايه رأيكم؟ تعالوا نجرب طريقة روتين ما قبل النوم. هنخلي الطفل قبل نومه بساعة يختار الوقت ده يمشي ازاي، فمثلا يغسل سنانه، يحضر جدول بكرة، يصلي، كواليتي تايم مع ماما او بابا، وطبعا غير مسموح يختار شاشات في الوقت ده. نجهز نفسنا ان احنا نكون متاحين عشان نخلي وقت قبل النوم يكون جميل. لما يجي وقت النوم مش هنقول يلا خشوا ناموا، بلاش لغة الامر، هنخليها تذكير واسئلة. فمثلا يلا يا ولاد ايه اول حاجة هنعملها في روتين قبل النوم؟ هتختاروا انتوا القصه النهارده ولا اختار انا؟ وعلى فكره ولاد كتير كمان بيحبوا فكره المنبه، نظبط المنبه ونسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، واول ما يرن يسيبوا اللي في ايديهم على طول. هنفكر الولاد لو قعدتوا تتدلعوا وتلعبوا وتاخرتوا على وقت القصه وقتها هيتلغي ومش هيبقى فاضل غير وقت مثلا احضان والزغازيق. لما نخلص وقتنا معاهم والروتين اللي اتفقنا عليه هنروح نعمل اللي ورانا بكل ثقه من غير ما نلتفت لاي طلبات تاني منه. لو الطفل ساب اوضته وخرج تملكي اعصابك وخديه ودخليه تاني من غير زعيق ولا محاضره. ببساطه ممكن تقولي ده وقت النوم، مش هينفع نعمل اي حاجه تاني دلوقتي. ومعلش هنفضل نكرر ده كل يوم لحد ما الولاد تفهم ان اللي بنقوله وبنتفق عليه هيحصل. الاستمراريه هنا اهم من كل الخطوات اللي فاتت. وعلى فكره الولاد بيحسوا بالامان اكتر مع الاب والام اللي ايوه حاسين بيهم وبيتعاطفوا معاهم لكن حازمين في نفس الوقت، مبدأهم ثابت وما بيغيروش كلمتهم.